الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، سأحاول في هذه الكلمة المباركة أن أبين المنهج الصحيح في المناصحة، وخاصة مناصحة الحكام وأولي الأمر. فمعلوم أن العصمة ليست لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست لأحد غيره. إذن العصمة هي فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكام المسلمون ولاة أمور المسلمين بشر يخطئون، ما دام أنهم بشر فهؤلاء الحكام يسري عليهم ما يسري على البشر، فليسوا ملائكة وليسوا بأنبياء، فإذا هم بشر يخطئون كما يخطئ البشر. ولا شك، لا نشك أن هؤلاء الحكام عندهم أخطاء، عندهم تجاوزات، فليسوا بمعصومين، لكن لا ينبغي أن نتخذ من أخطائهم مجالا للتشهير بهم، ويكون ذلك سببا في نزع اليد من طاعتهم، حتى وإن جاروا وإن ظلموا، حتى وإن جاروا وإن ظلموا. فهذه الأخطاء التي يقع فيها حكام المسلمين لا ينبغي أن نركب عليها ونشهر بالحكام، نشهر بهذه الأخطاء أمام العامة، ونملأ صدور الناس وصدور الرعية وعوام المسلمين بالحقد على ولاة الأمور. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الحاكم المسلم. قال صاحب العقيدة الطحاوية يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله سبحانه وتعالى فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فلنقف وقفات يسيرة مع هذا الكلام النفيس من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا. من عقيدة أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على أئمة المسلمين حتى وإن ظلموا. ومن عقيدة أهل السنة كذلك أنهم لا يدعون على ولاة الأمور. فمن عقيدة أهل السنة أنهم ما كيخرجوش على ولاة الأمور، على الحكام، لا يخرجون عليهم ولا يدعون عليه، وما كيدعوش عليهم بالشر. ولا ننزع يدا من طاعتهم، لا ينبغي الخروج عليهم، بل ينبغي لزوم جماعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بطاعة ولاة الأمور، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بطاعة حكام المسلمين. فلا ينبغي
الخروج عليهم، بل من عقيدة أهل السنة أنهم يرون أن طاعة الحاكم المسلم فريضة، أي واجب، ما لم يأمروا بمعصية. فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا سمع ولا طاعة. كثير من الناس يفهمون هذا الأمر على غير بشكل خاطئ. عندما نقول فلا سمع لهم ولا طاعة، أي لا نسمع لهم ولا نطيع لهم في ذلك الأمر الذي تبين لنا أنه أمر خطأ، فلا يلزمنا ولا ينبغي علينا أن نطيعهم. فمثلا لو أمروا بأن أن يأتي الناس ببعض المنكرات أو بشيء فيه شيء محرم، فلا نطيعهم في ذلك الأمر، لكن لا يلزمنا ولا ينبغي ولا يجب علينا الخروج عليهم. فقط لا نسمع لهم في ذلك الأمر، في تلك المخالفة الشرعية، لكن لا يلزمنا أن نخرج عليهم وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فمن عقيدة أهل السنة الدعاء للحاكم المسلم بالصلاح والمعافاة، لأنك إذا دعوت له بالصلاح والعافية فأصلحه الله فإن ذلك فإن نفعه سيعم المسلمين، سيعم المجتمع المسلم. هذا هو الذي عليه دعاة الحق، هذا هو المنهج الصحيح في التعامل مع حكام المسلمين، مع ولاة أمور المسلمين. فالحكام المسلمين ولاة الأمر لا يجوز الخروج عليهم وإن أخطأوا وإن ظلموا، ما لم يأتوا كفرا بواحا، والكفر البواح هو الكفر الظاهر البين. وهذا الكفر البواح لا يتكلم فيه العوام، شباب المسلمين، عامة الناس الذين لا يفقهون شيئا في دين الله تبارك وتعالى. فالعلماء هم الذين يحكمون على ذلك الفعل بأنه كفر. والكفر كما تعلمون أنه حق لله، حق لله سبحانه وتعالى، فليس لأحد الحق في أن يحكم على فعل بأنه كفر، والله سبحانه وتعالى لم يحكم على ذلك الفعل بأنه كفر أو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما لم يأت كفرا هذه المخالفة ينبغي أن تكون كفرا بواحا، بمعنى ظاهرا بينا، لا يشتبه الأمر فيه على أهل العلم، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان عندهم معاصي، فكما قلت أن سائر الحكام هم بشر، فلا شك أنهم سيقعون في أخطاء وسيرتكبون بعض المخالفات. وإن كان عندهم جور وظلم فإن الواجب هو الصبر على طاعتهم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والغاية والمقصد من السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين هو جمع الكلمة. فإذا سمعنا الحكام المسلمين، سمعنا الحكام ديالنا وولاة أمرنا، لا شك أن في هذا مصالح، ومن بين هذه المصالح جمع الكلمة وتحقيق الأمن والطمأنينة والسلام
والعيش الكريم إلى غير ذلك من المقاصد والغايات الحميدة. كذلك وحدة المسلمين ونشر الأمن والأمان ودفع الشر ودفع الحروب إلى غير ذلك من الأمور التي حذرنا الشرع الحكيم من الوقوع فيها. فأحيانا قد يقع بعض الحكام في بعض المخالفات، فيقوم بعض الناس يريدون تغيير هذا المنكر، فيقعون في مفاسد عظيمة أعظم من المنكر الذي هم عليه. إذن هؤلاء الناس أرادوا دفع الظلم فوقعوا في مفسدة أعظم من المفسدة التي وقع فيها هؤلاء الحكام. فبعض المظاهرات مثلا التي تقع في بعض بلدان المسلمين، هذه المظاهرات لا شك أن فيها من المفاسد الشيء الكثير. فهي أولا ليست من تقاليد وعادات المسلمين، فهي عادات دخيلة لم تكن تعرفها المجتمعات الإسلامية. ولا شك أن هذا المنهج في التغيير ينتج عنه سفك الدماء وهتك الأعراض والتسلط على الصالحين وأهل الإيمان. فينبغي التفكير قبل نهج هذا المنهج في التغيير والإصلاح. فلا نقول أنه ينبغي على المسلمين السكوت على ما يصدر من الحكام من أخطاء، هذا لا يقول به أحد، بل هذه الأخطاء والمخالفات تعالج. هذه الأخطاء التي يقع فيها الحكام وولاة الأمور تعالج، ولكن تعالج بالطريقة السليمة بالمناصحة لهم سرا. فهؤلاء الحكام يناصحون بالسر، يناصحون في السر، والكتابة لهم، يكتب لهم سرا. ليس المقصود بهذه الكتابة هذه الكتابة التي يكتبها جمهور من الناس ويوقع عليها كثير من الناس وتوزع على العامة، بل هذه الكتابة تكتب سرا، تكتب فيها نصيحة وتكون سرا بين الناصح وولي الأمر. فهذه الكتابة تكتب سرا وتسلم لولي الأمر، ولا ينبغي أن تكتب وتصور وتوزع على الناس، لأن هذا الأمر فيه تشهير، ربما يكون هذا العمل رياء، وقد يكون أبعد عن الإخلاص والقبول. كذلك التشهير كذلك على المنابر والحلقات، بعض الحلقات العلمية والمحاضرات إلى غير ذلك.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالذي يتولى مناصحة الحكام، مناصحة ولاة أمور المسلمين، ليس عوام المسلمين، ليس العوام، بل العلماء الربانيون الذين شابت لحاهم في طلب العلم دعوة وتعليما وتعلما، وأصحاب الرأي والمشورة وأهل الحل والعقد. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلما نكذب على رؤوسنا، فليس كل أحد من الناس يصلح لهذه المهمة، مناصحة الحكام. اليوم نرى أناسا يخرجون علينا في مواقع التواصل الاجتماعي فينصحون ولاة الأمور. هؤلاء ليسوا أهلا لذلك ولا يصلحون لذلك، فلكل حرفته ولكل مهنته ووظيفته. فوظيفة العلماء من بين وظائفهم مناصحة الحكام ودعوتهم إلى الحق وبيان الحق لهم. أما الترويج للأخطاء وتشهيرها في وسائل التواصل الاجتماعي فهذا ليس من النصيحة في شيء، بل قد يكون هذا الأمر من إشاعة المنكر ونشر الفتنة في البلاد، حتى وإن كان قصد صاحبها خير، فكم من مريد للخير لا يبلغه. لا يكفي مجرد النية، القصد الحسن، ينبغي مراعاة المآلات والنتائج. فالعلماء الربانيون ينظرون إلى مآلات الأمور وإلى نتائج الأفعال والسلوكات قبل القيام بأي عمل. فقد يكون قصدك حسن ونيتك حسنة، هذا المقصد وهذه النية قد تكون مآلاتها خطيرة على الفرد وعلى المجتمع المسلم. إذن الناس العوام، عوام المسلمين، لا يصلحون لأن يقوموا بمثل هذه الأعمال التي هي من شأن العلماء ومن شأن أهل الرأي والمشورة. أحيانا قد يأتي هذا الذي قلنا قصده حسن، يريد أن مثلا أن يزيل منكرا بفيديو أو بمنشور، فيكون بفعله هذا قد أتى منكرا أعظم من المنكر الذي وقع فيه الحاكم أو ولي الأمر. وأحيانا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها وفهمها جيدا هو أن أحيانا قد يكون إنكار المنكر منكرا، فليس، قد يكون الوقت غير مناسب، قد تكون الظروف غير مناسبة إلى غير ذلك. فلا ينبغي فقط أن تأخذنا الحماسة والغضب في مثل هذه المواقف.
إذن بارك الله فيكم، ينبغي علينا أن نتعلم أمور ديننا التي تنفعنا، ولا ينبغي أن تأخذنا الحماسة. فأحيانا الحماسة وحدها لا تكفي، وهي فعلا لا تكفي، بل ينبغي ضبط هذه الحماسة. هذا الحماس ينبغي ضبطه بالعلم الرباني من الكتاب ومن السنة، وأن نرجع في كل ذلك إلى علمائنا وأكابرنا، فالخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وأكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.